ما الحكم في من يستهزئ بمن التزم بدين الله ويصفه بالنفاق؟ هل يجب مقاطعته وهجره بعد دعوته إلى الدين؟ نعم، قد ذكرنا أن الاستهزاء قد يؤول إلى الكفر، فإذا استهزأ بإنسان لأجل دينه فإن هذا الاستهزاء يوقعه والعياذ بالله في الخروج من الملة وفي الكفر الصريح، وما ذاك إلا أنه تنقص الدين. ما تنقص هذا الشخص، يتنقصه لأجل الدين، مثل ما يقول مثلا يا أمرته بالصلاة هل نفعتك صلاتك؟ مثلا يا أمرته بإعفاء اللحية ماذا أفادتكم هذه اللحى؟ ماذا فعلت معكم؟ أنتم منافقون ما وفرتم هذه اللحى مثلا إلا نفاقا أو إظهارا لشيء لا تبطنون مثله أو ما أشبه ذلك. لا شك أنه تنقص هذه الشعائر الإسلامية. وهكذا مثلا بقية الأعمال، إذا استهزأ بالزحاد أو استهزأ بالعباد أو بالمصلين أو بالصائمين أو ما أشبه ذلك لأجل عباداتهم فلا شك أن هذا ردة، لأنه تنقص أهل الشرع لأجل الشرع، فكأنه تنقص الشرع، ومن تنقص الشريعة فقد ارتد عن الدين والعياذ بالله. أما إذا كان تنقصه لذلك الشخص بعينه، اتهمه مثلا ويقول فلان وإن تطوع فإني لا أثق به تطوعه ولا بمظهره، يتهم في ذلك ويظهر منه على فلتات لسانه بعض الأشياء، ولم يتهم من كان هكذا. نتهم مثلا المصلين كلهم، ولا استهزأ مثلا بأهل اللحى كلهم، ولا بأهل اللباس القصير كلهم مثلا، ولا استهزأ إنما استهزأ بإنسان متهم، فهذا قد لا يصل إلى هذا التكفير، إنما اتهامه هذا ذنب عليه أن يتوب منه.